اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا احلى متابعين في الدنيا. النهارده بقى مش هنطبخ، النهارده هنعمل وصفه بنحتاجها طول السنه. هنعمل النهارده هريسه الشطه بطريقه سهله وبسيطه جدا، وحاجه كده تستاهل بقكم ان شاء الله لما تيجوا تعملوها. انا عندي هنا بصوا الشطه دي حمراء اهي، ده حوالي 2 كيلو من الشطه الحمراء. حطيت عليهم، انا لقيت عندي فلفل كنت انا جايباه احمر لوحده كده في التلاجة، فانا خرجته حوالي كيلو من الفلفل الاحمر، على مثلا مصفر شويه، على مخضر حبه كده يعني. بس الوصفه هتبقى ممتازه وتحفه. انا عملت ايه في الفلفل بتاعي؟ مسكته غسلته. قبل اي حاجه حط اللايك والاشتراك يا حبايبي وكومنت من ايديكم عشان يوصل لكم ان شاء الله كل جديد من القناه عندنا. اول حاجه مسكت الفلفل بتاعي غسلته كويس قوي تحت الحنفيه ماشي، ونضفته حلو قوي. بعد من كده جبت قماشه حلوه كده بنت حلال، مسكت كل فلفلايه وكل قرن فلفل من الشطه بتاعي، نشفته تماما من الميه. ليه؟ علشان ما يبوظش معايا الوصفه ماشي. نشفته حلو خالص من الميه. فانا هعمل ايه دلوقتي؟ انا همسك الفلفل بتاعي ده هقطعه. بس قبل اي حاجه طبعا انت لازم تكوني لابسه في ايديكي جواند او كيس ماشي. انا همسك الفلفل كده من النص زي ما انتم شايفين كده اهو، يبقى فيه جوه بذور. البذور دي لو انت عايزه تعملي بيها كان بيها، لو انت عايزه يبقى الفلفل معاكي حراق على طول ماشي. انما انا عايزه اخف من حرق من الفلفل بتاعي الحرقان شويه. ليه؟ عشان انا عندي اطفال بتحب تاكل برضو، مثلا لو انت عامله بتنجانه ولا حاجه بتحب تاكل حته بتنجانه جنب الاكل، فانا مش عايزاهم ايه يبقى الحاجه حراقه عليهم قوي. فانا هعمل ايه؟ هطلع البذور دي كلها من الفلفل، هنطلعها كده اهو. طبعا احنا هنجيب حاجه كده جنبينا اهو. طبعا المكونات التانية سهلة جدا اللي احنا هنحطها مع الهريسة بتاعتنا اهو. هنطلع بقى كل البذور دي اهوت زي ما انتم شايفين كده اهو اهوت. هنطلع بقى كل البذور دي اهو، نطلعها بقدر الامكان نطلعها. ليه؟ علشان خاطر ما تبقاش الفلفل حراق قوي. طبعا انا حاطه فلفل بلدي عادي عشان برضو يكسر من الحرقان بتاع الفلفل اهو. نركنه كده على جنب اهو. بس نطلع بقى الحاجات دي كده اهو. لسه بقى ما حطيتيش اللايك، حطوا اللايك. انتوا مفيش تفاعل خالص على القناه. ليه يا حبايبي مفيش تفاعل؟ ليه؟ احنا بنقدم محتوى جميل ومحتوى حلو، وبنعلم بنانيتي حلوين الصغنطاطين ازاي يقفوا في المطبخ وازاي يعملوا اكل بمنتهى البساطه وبمنتهى السهوله اهو. برضو دي لسنه اولى طبخ، اللي هم عايزين يعملوا هريسه بره بتتباع باسعار غاليه، احنا ممكن نعملها في البيت بطريقه سهله وبسيطه خالص وباقل الامكانيات اهو. نطلع كل بقى البذور دي اهيت اهو اهو. طلعناها، نشيل الحته الخضراء اللي فوق دي اهيت. نشيلها كده. طبعا انا هشيل البذور كلها من قلب الفلفل اذا كان بارد او حامي. اذا كان بارد يا حبايبي او حامي. هشيل بقى البذور وهرجع لكم. انا دلوقتي يا بنات بصوا فصصته كله، طلعت القلب يعني على قد ما اقدر، طلعت البذر اللي جواه كله بصوا اهو. طبعا انت البسي جواندي ما تعمليش زيي ماشي. لو عملتي زي كده يعني ما تحطيش ايدك على عينيكي خالص ولا على وشك، اتفقنا؟ بس انصحك تلبسي جلافز او كيس في ايديكي ماشي اهو. ممكن ده كده على جنب، ونجيب بقى الكبه بتاعتنا اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي هنا الكبه احط فيها الفلفل اهو اهوت. هو على فكره مش حامي قوي يعني، في حبه حامي وفي حبه بارد، مش كله حامي
لان انا كنت جايباه امبارح وكلنا منه كده، فما كانش حامي قوي. ماشي اهو. عندي بقى هنا على الكميه دي راس توم كبيره، راس توم كبيره، فانا هحط كده على دي كده حته توم اهي. ماشي، هعملها على 3 مراحل، واحط عليها حبه من الملح، يعني مقدار كده معلقه كده كبيره كده من الملح على الكميه دي كده اهي. اهي بس فقط لا غير. واروح بقى ايه شغاله عليها بقى كده. سهله خالص وبسيطه، وتقعد معاكي من السنه للسنه في الفريزر ولا يجرالها اي حاجه. ولو حبيتي تعملي برطمان صغير كده، برطمانات صغيره، حطي منهم كل ما تعوزي تطلعي برطمان تحطيه على الرف، يقعد معاكي من اسبوع ل10 ايام، ما يبقاش اكتر من كده، من اسبوع ل10 ايام. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا مش عايزينه ناعم قوي، عايزينه برضو في سنه خشونه كده شويه. ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم. مش عايزه اشتغل. بصوا بقى اهو، هبص كام ضربه اهو، يعني ضربه ونسكت، ضربه ونسكت اهو. انتي حابه الهريسه بتاعتك تكون ناعمه اعمليها. نبص كده عليها اهي. نجيب بقى كده الاسباتولا بتاعتنا وننزل بقى كل اللي في الجوانب اهو. الحته حلوه قوي على فكره، حته مش حراقه قوي عشان تكونوا عارفين، في نسبه حرقيه بس مش جامد. بسم الله. بصوا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، تحفه تحفه تحفه. نحطه كده بقى كده في السرفيس كده جنبينا. مش عايزينه ينزل ميه عشان تكونوا عارفين، فلفل مش عايزينه ينزل ميه اهوت. نحط من ده على ده، يعني عليه فلفل رومي على فلفل حار، من ده على ده اهو. نحط حته كده من الثوم اهيت. مش هنعمله على 3 مرات، احنا هنعمله على 4 مرات. حبه كده من الملح بمقدار معلقه، ونضرب. بصوا خشن برضو اهوت. هننزل بالسباتشولا كده من الجنب، خشن خالص لسه كانك مقطعه بالسكينه اهو. طب لو انا ما عنديش كاب بقى اعمل ايه؟ بمخرطه الملوخيه وتعمليه، تكسريه كده، تكسريه وتخرطي بمخرطه الملوخيه. شفتوا ما بضربش ضرب يعني ايه، بضرب ضرب متقطع. هديها كمان ضرب اهو. كل ما الاقيها مش اللي انا عايزاه انزل بالسباتيولا او بالمعلقه واديها كمان ايه ضربتين 3.
بصوا خلاص اهي، بصوا اهي جميله ازاي، اللهم بارك. هنحطها بقى على دي اهو، عشان انت كمان لما تيجي تعملي فانت هتضيفي لسه عليها اضافات. انت ممكن تحطيها في الكبه، تديها كمان ضربتين ولا حاجه، هتديكي النعوميه اللي انت عايزاها. انما ما تعمليها ناعمه من اولها كده، انا بالنسبه لي انا دي كده حلوه. انت عايزه تنعمي اكتر من كده براحتك. ماشي هنا اهو، دي مش معموله بالسكينه، هنعملها دلوقتي اهوت. انت حابه كده من الفلفل البارد معاها، ماشي اهو. اديها حته من الثوم اهو، اديها رشه من الملح، رشه من الملح اهوت، ونضربها. لسه بقى ما حطيتيش اللايك، حطي اللايك، حطي اللايك والاشتراك. ضربنا ضرب متقطع، ضرب متقطع. الاولانيه انا عملتها ضرب يعني ضربتها جامد فنامت معايا شويه فنزلت ميتها، انما اللي انا عملته بعد من كده الميه بتاعته جوه الفلفل محتفظ بيه ما نزلتش، فانا هديها ضرب متقطع. بص عليها كده، بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. اديها كمان ضربه، كمان ضربه خالص. ريحتها حلوه قوي على فكره. انا ما حطيتلهاش توابل نهائي، التوابل دي لما تيجي انت تعملي حطي التوابل اللي انت عايزاها براحتك، لان كل اكل بيختلف عن التاني. او خلاص كده بصوا اهيت تحفه. نحطها بقى على اللي هنا. طبعا كل ضربه واخده ملحها، واخده الثوم بتاعها، واخده حاجتها، فانا مش هحط فيها حاجه. اللهم بارك، اللهم بارك زي الفل. نعمل برطمان محترم يقعد معانا السنه الكامله، سنه كامله. مش هتحتاجي ان انت تجيبي هريسه من المحلات من تحت الكوب. انت عاملاها في البيت بمنتهى السهوله وبالنظافه كمان، نظيفه وعارفه انت عاملاها ازاي. نشيل بقى دي كده من هنا، نجيب بقى الهريسه اللي احنا عملناها، نحط بقيه الثوم، بقيه الثوم بتاعنا اهو، نحط حبه الملح. ما تكتريش من الملح لكل ضربه، يعني لكل ضربه لكل كيلو بياخد معلقه من الملح، مش لكل كيلو من الفلفل بياخد معلقه كبيره من الملح. حط اللايك بقى والاشتراك. اهو ننزل بقى كده من الجناب اهو، ننزل من الجناب عشان يبقى كله يبقى واخد سوا واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. كده زي ما انتوا شايفين كده. اللهم بارك، تحفه
هنجيب بقى البرطمان ونعبيه مع بعض. ده يا جماعه يا حبايبي البرطمان اهو اللي هنعبي فيه الهريسه بتاعتنا. نجيب بقى كده بسم الله الرحمن الرحيم، نعبي كده في الهريسه اللي احنا عملناها تحفه خالص. بسم الله ما شاء الله عليها. تقعد معاكي سنه كامله في الفريزر. لو انت عايزه تحطيها في الكيس حطي، عايزه تحطيها في برطمان زي ما انا عملت كده حطي، عندك علبه كبيره وحابه تحطي فيها برضو حطي اهو. اي حاجه انت عايزه تحطيها في قلبها حطيها. طبعا البرطمان احنا غاسلينه ومنشفينه تنشيفه تمام من الميه علشان خاطر ما يبوظش معانا الوصفه. طبعا الهريسه دي تنفعنا في حاجات كتير. ما نيجي نعمل مثلا مخلل، مثلا حبيتي تحطي مثلا معلقه هريسه في المخلل بتاعك بتاع الليمون بتاع مثلا اللهم صل على النبي الزيتون. مثلا انت في الوقت ده انت مثلا عندي جايبه زيتون ومش مكسله تنزلي تجيبي مثلا ايه تجيبي فلفل تطلعي معلقتين من الهريسه تحطيهم عليها تحفه. بينفع في كل حاجه، كل حاجه حرفيا بتنفع فيها، مش حاجه ما بتنفعش، كل حاجه بتنفع. كل حاجه في البيت خير وبركه ده انت اللي عاملاها بايديكي اهو. بالراحه كده وانت بتنزلي الحاجه المكونات بتاعتنا دي بالراحه خالص عشان نستفاد بكل حاجه فيها. بسم الله ما شاء الله عملنا برطمان حلو محترم. محطيناش ليمون، الليمون ده في وقتها، ولا خل ولا اي حاجه، هي يا دوبك الثوم راس ثوم كبيره حطيناها ماشي. اللهم صل على النبي مع الملح بس فقط لا غير. هعمل انا ايه دلوقتي؟ امسح كده البرطمان من بره اهوت. هنجيب بقى الفوطه بتاعتنا بتاعت المطبخ نشيل بقى ايه كل الحاجات دي نمسحها كده اهوت. في اخر حاجه بقى احنا ما حطيناهوش ماشي، اخر حاجه هنحطها دلوقتي مع بعض. نجيب بقى كده اخر حاجه معانا ايه بقى؟ هو الزيت. اي نوع زيت بس المهم يكون ملوش ريحه. نحط كده على الوش كده بمقدار نص كوبايه من الزيت اهو على الوش اهو. حابه تخلطيه كله مع بعضه واخلطي اهو. وكانت دي وصفتنا بتاعت النهارده. عملنا هريسه الشطه بطريقه سهله وبسيطه خالص. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. عملنا برطمان يقعد معانا سنه كامله بطريقه سهله وبسيطه خالص من غير اي تعقيدات ولا اي حاجه. هو عباره عن فلفل، احنا خلطنا فلفل رومي احمر على فلفل حار علشان يكسر الحديه بتاعه الفلفل الحار اللي هو الحرقان بتاع الفلفل الحار. وكمان شلنا منه البذور دي بتخلي الهريسه بتاعتك مولعه. احنا شلناها علشان خاطر في اطفال بتاكل فما ينفعش ان تبقى حراقه قوي عليهم،
تبقى نسبتها يعني بسيطه. لما تيجي تاخدي منها، ما انت هتحطي مثلا ايه، هتحطي قرن فلفل كمان مع فص ثوم كمان مع طماطميه حلوه كده بسيطه، مع تحلي الطعم بتاع الدقه بتاعتنا، هتبقى حلوه قوي. هتلاقي الحرقان بتاع، حتى لو هي حرقه هتلاقيها هديت شويه والولاد يعرفوا ياكلوا. ماشي. وتقعد معاكي سنه كامله، سنه كامله في الفريزر، ما يجرالهاش اي حاجه. انت عايزه تعبيها في تعمليها اكياس وتحطيها في الفريزر وتطلعي على قد استعمالك، اعمليه. حابه تعمليها في برطمان حلو كده زي ما انا ما عامله، اعملي. حابه تعمليها برطمانات صغيره وتطلعي كل ما تخلصي البرطمان بتاعك تطلعي برطمان غيره، اعملي. بس البرطمان ما يقعدش في التلاجة اكتر من 10 ايام، هيبوظ منك. اتفقنا؟ لو احنا عملناه بالطريقه دي. طبعا الهريسه لها طرق تانية كتير، ان شاء الله ابقى اعمل منها طريقه تانية معاكم، طريقه سهله جدا وبسيطه برضو، تقعد معاكي سنه كامله في التلاجة ما يجرالهاش اي حاجه. لو عجبتكم بقى الوصفه بتاعتنا بتاعت النهارده بتاعت هريسه الشطه، ما تنسونيش لايك وشير واشتراك في القناه. وان شاء الله الحلقه الجايه وصفه حلوه جامده ان شاء الله هتعجبكم. سلام عليكم.